كأس العالم 2022 في قطر يطل علينا يوم الأحد بمباراة افتتاحية بين قطر والإكوادور، بطولة سيكون فيها المنتخب التونسي في نفس المجموعة مع البطل السابق فرنسا. فهل تستطيع الديوك الحفاظ على الكأس الثمينة أم أن لعنة كأس العالم تتواصل؟ فما هي لعنة كأس العالم؟ كل هذا وذاك تشاهدونه اليوم في فيديو جديد من يلا كأس العالم. تابعونا. لعنة كأس العالم بدأت مع فرنسا في مونديال 98 بعد الفوز على البرازيل في النهائي. رأسية زين الدين زيدان جعلوا من فرنسا بطل العالم في تلك السنة. ولكن في 2002 في مجموعة فيها دنمارك والسنغال تقصى فرنسا من الدور الأول. كانت فضيحة للمنتخب الفرنسي، وهو أول فريق أول بلد يخرج بعد إحرازه لكأس العالم في النسخة السابقة. 2006 نهائي بين فرنسا وإيطاليا، النهائي المعروف برأسية زيدان على ماتيراز وخروجه بالورقة الحمراء. فوز لازوري بكأس العالم 2006 لم يجعله يبتعد عن اللعنة، وغادر من الدور الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، ذلك المونديال التي فازت به إسبانيا الفريق الكتالوني، الفريق الذي كان كله من لاعبي برشلونة تشافي وإنيستا. أحرزت إسبانيا الكأس بعد فوزها بهدف ثمين لإنيستا على هولندا، وتستمر اللعنة لتخرج إسبانيا في 2014 تخرج بعد هزيمة قاسية من هولندا الجريحة 5 أهداف مقابل 1. ونتذكر معا هدف فان بيرسي الطائر في 2018. وبعد فوز ألمانيا باللقب سنة 2014 يخرج المانشافت الألماني 18 بفضيحة أخرى وتستمر اللعنة. سنة 2018 في مونديال روسيا تفوز فرنسا على كرواتيا في النهائي. هل تستمر اللعنة في سنة 2022؟ خاصة وأن المجموعة تشبه كثيرا مجموعة 2002 باليابان وكوريا. المجموعة فيها فريق إفريقي وهو تونس، في 2002 موجود السنغال، الدنمارك نفس الفريق موجود أيضا. بحكم انتمائنا للمنتخب الوطني التونسي نتمنى الحقيقة أنه تصير، خاطر حظوظنا تكون أوفر لو فرنسا ما ترشحش. حظوظ المنتخب التونسي في التأهل صعبة ولكنها موجودة، خاصة بغياب نجمي فرنسا، نجمي الوسط كانتي وبوجبا الإصابة، غياب يمكن لعودة اللعنة مجددة، اللعنة التي جعلت من أوروبا ضحية لها إسبانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا. هل تنتهي قصة لعنة كأس العالم مع فرنسا في مونديال قطر 22 أم لا؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في هذا المونديال. تناولوا معنا فيديوهات جديدة وفيديوهات أخرى في كأس العالم، كونتكست جديد اسمه يلا كأس العالم. ما تنسوش باش تعملوا لايك، كومنتير، شير. تابعونا. باي باي.